تعالى نعمل افتراضيه. لو انت عايز اللي انت تتعلم المونتاج، فدلوقتي انت عندك حلين بالظبط تقدر اللي انت تعملهم. يا اما تخش تعمل كورسات بفلوس وتروح الكورسات، وطبعا ده هيبقى افضل لك اللي انت تعمل كورسات وتروح لها عشان يبقى عندك المواظبه وعندك الانتظام وان حد بيتابع معاك المشاريع اللي انت بتعملها والحاجات دي كلها. ولكن لو انت مش معاك الفلوس، فبالتالي انت هتختار الطريق الثاني اللي احنا كلنا بنروحه، وهو الطريق الفري، وهي الحاجات اللي في السوشيال ميديا، اليوتيوب والفيسبوك واللي عم يعمل فيديوهات الكورسات بالمجان والحاجات دي كلها. دلوقتي انت لو رحت للفيديوهات دي واتفرجت على الفيديوهات، ما سالتش نفسك ليه الفيديو ده بالذات هو اللي بيشدك؟ يعني اشمعنى الفيديو بتاع مثلا نسميه اكس هو اللي شدك اكتر من الفيديو بتاع واي؟ اللي خلاك ان انت تروح للفيديو بتاع اكس احسن؟ وده بمنتهى البساطه علشان هو اصلا عامل لك صوره مصغره او ثامبنيل كويسه جدا بالالوان والتركيب الصور ممتازه، عكس اللي كان بيعمله الواي، وده اللي كان بيخليك ان انت تروح وتختار الاكس، بالرغم ان ممكن يكون اكس اصلا المعلومات اللي فيه مش قيمه قوي اكتر من اللي ما كانت موجوده في الواي، ولكن الصوره المصغره بسبب الالوان اللي فيها قدر ان هو يجذبك بيها. وده هو الفيديو بتاع النهارده انا هقول لك على خطوتين بالظبط تقدر تعملهم في البريمير يطلعوا لك الالوان بطريقه احترافيه جدا، وتقدر تعتمد عليها في كل فيديوهاتك اللي انت عايزها. طبعا دي حاجه يعني هتبقى اولويه بالنسبه لك في الاول، وبعد كده انت لازم انت تتعلم الكالر ويلز والكالر جريدنج والكالر كوركشن والحاجات دي كلها لازم تتعلمها. لكن دي حاجه في البدايه كده هتتعلمها، هتبقى اساسيه معاك بعد كده على طول، ولكن هي هتخليك ان انت تحب الموضوع بشكل كبير. يلا بينا نبدا. دلوقتي احنا هنخش على دلوقتي احنا هنجرب على مشروع عندي مثلا اهو ده. المشروع ده دي الادجستمنت، هنشيل الادجستمنت دي ونعمل ادجستمنت جديده. تمام، زي ما انت ما شايف كده مثلا الفيديو ده الالوان بتاعته مش افضل حاجه، مش احسن حاجه موجوده دلوقتي، وده بسبب ان انت هتلاقي ان الدنيا بهتانه. دلوقتي هنروح على اول خطوه احنا هنعملها، هتخش على حاجه اسمها الكالر. تمام، وبعد كده هنجيب حاجه عندك هنا اسمها الكيرف، وهتختار الفيديو. عندك حاجه اسمها السورس بتاع الالوان، هتجيلك هنا، ولو ما لقيتهاش انت ممكن تخش على الويندو وتختار لومتري كلر. تمام، هتختار حاجه اسمها لومتري كلر. اللومتري كلر لو انت ما لقيتهاش عندك هنا فانت هتختارها من الويندو وتلاقي حاجه اسمها لومتري كلر، وتختار. هي اول حاجه هتجيلك كده، هتجيلك ان هي تكون ار جي بي، نلاقيها لك ار جي بي. فاحنا عايزين الاول نظبط الالوان الابيض والاسود اللي موجوده في الفيديو علشان نقدر ان احنا نعمل اضاءه كويسه في الفيديو. الابيض والاسود انت بتوزعه بطريقه كويسه مظبوطه علشان تعرف ان انت تطلع الالوان اللي انت محتاجها، تنطق الالوان. الابيض والاسود ده هو ليه قانون ال100، يعني انت رقم 100 اخره اللي انت تحط عليه الابيض، والصفر تحط عليه الاسود، زي ما هتفهم دلوقتي اكتر. دلوقتي احنا عملناها لومه علشان تجيب لك اهو زي ما انا بقول لك خط مكتوب عليه رقم 0، وعندك فوق خط مكتوب عليه 100 من على الشمال. تمام، هو ده الخط اللي احنا محتاجينه. دلوقتي هنيجي عندي الكيرف وناخد النقطه الاولانيه من فوق اللي هي الابيض. بص كده هتلاقي بيطلع معايا. طيب المفروض ان انا اعمل ايه؟ المبدا بتاع الحركه دي ان انت رقم 100 لازم تخلي اي نقطه بيضاء حتى لو صغيره تلمس الخط بس، يعني كده احنا المفروض لمسنا الخط كده، احنا لمسنا الخط جامد. لو احنا بقى عايزين نطلع قوي عن الخط ده، بص كده لو طلعت هتلاقي مش بتعدي ال100، هتلاقي ان هي بتيجي عند الخط وكل حاجه تتجمع مع بعض كده، فاهم قصدي؟ فبالتالي انت هتلاقي كل حاجه فيها حاجه غلط، فاهم قصدي؟ هتلاقي الالوان فقعت، هتلاقي الضوء بقى فاقع جدا. فدلوقتي مثلا لو احنا عملناها كده، او بص احنا لو عملناها كده جامد، الالوان كلها دخلت عند الخط رقم 100، ما نزلتش عنه او ما طلعتش عنه، فاهم قصدي؟ فانت لازم ان انت تحطها عند الخط بالظبط، النقطه بتاعتك بس. يعني انت هتفضل ماشي كده اهو، ماشي كده، اول ما تلمس الخط ال100 شكرا خلاص انت كده ظبطت اللون الابيض. تعالى بقى عند اللون الاسود ونشده برده نفس الكلام، نشده من تحت. تمام، نخلي رقم 100 برضه نفس الكلام. بص لو احنا شدينا قوي هتلاقي بص كلها بتتجمع عند الخط بتاع الصفر او الخط الصفري، فانت لازم برضه تخلي اللون الابيض بس يلمس يا دوبك. ايوه احنا كده يا دوبك لمسنا الخط الاسود بالنقط البيضاء، كده احنا ظبطنا الالوان زي ما انت ما شايف. بص كده، ده كده كان قبل وكده بعد، في فرق كبير جدا. الالوان نطقت، الالوان فتحت، وانت خدت بالك ان انا اكني عملت اضاءه اكني ظبطت الاضاءه. دي اول خطوه معانا، خطوه بالظبط بتعملها بتظبط بيها الالوان، بتشوف الابيض والاسود، ودي كمان هتفرق معاك كتير لو انت بتصور على فيديوهات اللي هي الرو اللي هي بدون الوان خالص، دي هتظبط معاك بشكل كبير. الخطوه الثانيه اللي احنا هنيجي نعملها بقى، وهي حاجه برده في نفس المكان، وهي اسمها الاتش اس ال السكندري. تمام، هندوس عليها دلوقتي زي ما دوسنا عليها كده، هيجي لك الشكل ده. القطره الاولى دي بتخليك ان انت تختار اللون اللي انت عايز تتحكم فيه في الاول. يعني مثلا دلوقتي انا عايز اتحكم في لون البشره بتاعه شكلي بس الاول، انا كده خدت لون البشره، هتلاقي ان هنا هو حدد لك الالوان بتاعه البشره من تحت، وهي هتلاقي هنا برتقاني، مش عارف هنا برتقاني سنه، هنا على اصفر سنه، محمر، بيحاول ان هو يجيب لك اللون بالظبط. طب انا عايز
اعرف هو خد اللون بتاع البشره بتاع جسمي كله ولا ما خدوش؟ فعن طريق الكلمه بتاع الكالر جراي اللي مكتوبه جنبه دي، هي حاجه مربع كده هتدوس عليها هيجيب لك الشكل الرمادي ده. هنا هتشوف البشره بتاعتك. طب لو هو في حاجه مثلا ما خدهاش، في العين هنا مثلا ما خدهاش، الدقن برده ما خدهاش، طب اعمل ايه؟ اشيل الكالر جراي وادوس على علامه البلس واقول له زود لي على بشرتي الحاجات دي. نفس الكلام هنا، وهدوس بلس تاني علشان يزود لي هنا، ونفس الكلام الحته دي برده نفس الكلام هنا. تعالى بقى كده بص كده بقى المربع، ممكن مثلا نعملها تاني، نعمل الحته دي كده تاني ونعمل الحته دي برده تمام كده. ممكن نبص نلاقي ان هو خد حاجات كتير قوي، في حاجات كتير قوي خدها، فانا ممكن نعمل له كده نقول له ماينس الحاجات دي، ماينس الحاجات دي مش عايزينها، ونشوف هو عمل ايه. برده خد حاجات، فاحنا ممكن برده نديله الالوان تاني من هنا بحيث ان هو يعرف احنا عايزين ناخد ايه بالظبط. يعني نديله دي مثلا، نقول له دي برده جميل كده. بص هو يعتبر حدد لي شكلي لما انا قلت له انا عايز احدد دول. بس في مثلا الصوره اللي جنبي، اللي اللوحه اللي جنبي خدها هو كمان، فعن طريق البلس اللي هنا دي اقدر اللي انا اقول له لا انا مش عايز الحته دي، الحته دي شيلها تمام. هو كده مثلا هو شال لي اللون اللي انا مش اللي انا عايزه، وعايزين نزود الدراع، وعايزين نزود الدراع. مثلا احنا كده ظبطنا الدنيا هنا بالظبط كده، هو هنا ظبطها لي، هو هنا كده ظبطها لي. فانا اعمل ايه؟ هنزل تحت بقى، هتلاقي في حاجه اسمها دايره كده كولر ويل او سيركل، هتدوس عليها وتختار اللون اللي انت محتاجه. يعني مثلا عايز اخليها لون احمر سن، لو بصينا كده، لو احنا رجعنا دي كده بص عمل ازاي، بس احنا ايه نخليها لون احمر حاجه بسيطه، او احنا مش عايزين لون احمر اصلا، احنا ايه ممكن نخليها لون برتقاني. فاهم قصدي؟ كده احنا بايه بنظبط السكين تون. طبعا احنا لو خدنا بالنا ان هو ممكن يكون خد حاجات كتير برده معاه، فاحنا ممكن نعملها كده ايه، نشيلها خالص ونبدا باللون الاحمر. هتلاقي ان هو بص شال الحاجات اللي احنا كنا عاملين لها تحديد، الماينس والبلس. طب دلوقتي يا عمر انا ظبطت السكين بتاعي خلاص، انا ظبطته وطلع شكله جميل ولذيذ واللون بتاعي طلع حلو والدنيا جميله قوي. انا بقى مثلا عايز برده اظبط لون تاني، اظبط لون التيشيرت مثلا، لو انا لابس لون احمر او لابس لون اخضر او لابس اي لون، عايز برده اظبطه، او عايز اظبط لون الخلفيه. لو انا خدت القطاره ورحت عملت اي تحديد تاني، انا كده بوظت التحديد القديم. فالمفروض ان انا اعمل ايه؟ هعمل حركه بسيطه قوي، هدوس على اللومتري كلر اللي فوق دي، هدوس عليها هلاقي كاتب لي حاجه اسمها اد لومتري كلر افكت. هو ده اللي انا عايزه. هو كده بيعمل لي يعتبر زي اللاير جديده علشان يقول لك ايه، ابدا واعمل الصوره اللي انت عايزها. فبالتالي لو انا جيت حددت على خلفيه مثلا بتاعتي، هو كده عمل لي لاير جديده، كده هو عمل لي لومتري جديد. فاهم قصدي؟ واقدر برده ان انا احدد منه اللي انا عايزه. ممكن اعمل الخلفيه شويه بلور، ممكن اخليها مثلا فيها نويز شويه، ممكن اخليها ساتوريشن شويه، ممكن اخليها كونتراست لو انا مثلا عايز اقلل الاضاءه اللي فيها او لقيتها فاقعه قوي، ممكن اعمل نفس الكلام. وبرده نفس الكلام في حوار الكيرف، تقدر اللي انت لو لقيت الاضاءه عاليه قوي تقدر اللي انت برده تقللها من عن طريق الكيرف اللي هو بتحدد فيه اللون الابيض، تقدر تعمل الحركه دي برده بمنتهى السهوله فيه. فدول الخطوتين اللي تقدر اللي انت تعمل منهم الالوان. زي ما انت ما شايف كده، لو انت خدت بالك بص كده، ده كان قبل، بص الالوان كانت عامله ازاي، مفيش اي الوان، وكده بعد كده الالوان. ممكن برضو عشان ابين لك اكتر الشكل بتاع السكين تون، لو عملنا كده بص البشره، في فرق كبير جدا في البشره بتاعتك، بقى فيها لون برتقاني او لون الحياه، بدل ما هي كانت سمارت خالص او اللي هي كانت فلات تماما. زي ما انت ما شايف كده في فرق كبير جدا في الاضاءه ما بين الاثنين. عليت الاضاءه، عليت الابيض والاسود، الالوان نطقت، وبعد كده حطيت الالوان، وتقدر اللي انت تختار اللون اللي انت عايزه، اي لون في الخلفيه، لون ازرق، لون البشره، لون الشعر، لون التيشيرت، تقدر اللي انت تظبط كل الالوان دي اللي انت محتاجها انفرادي يعني كل واحده منفرده. فدي الخطوتين اللي انا بقول لك عليهم، خطوتين سهلين جدا وخطوتين حلوين جدا، هيفيدوك جدا في الشغل بتاعك وهيطلع لك الوان احترافيه بروفيشنال. ده كان الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسونيش باللايك والشير والسبسكرايب، وتكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه الحاجات التانيه اللي انتوا عايزينها. وفي امان الله.